والله الاسبوع ساعدني اشتر لاني برشا ستريس، خاطر انا كنت برا معناتها خارج تونس وحتى ما نحكيلكمش معناتها صدقوني ستريس مدمن عرفتها. كلي 24 في 24 شنو نعملوا شنو نقدوا اثنين. فرحت برشا بالمستوى نتاع الكاستينغ الجديد اللي جا، لي كونديدات قاعدين نقدموا اللي تسمعوا الجمعه اللي فاتت قاعدين نسمعوا في حاجه جديده مهمه جدا. تسمعوا صوت عايشه، تسمعوا صوت كثينه، تسمعوا صوت مروه، فما برشا حاجات تطورت وهذا يفرحنا. الراب ولي كونديدا ولي كاليتي اللي عندنا تبارك الله نتاع الاولاد نتاعنا ولي جون مش لازم انا نحكي عليها، خاطر بالحق عندنا برشا طاقات في تونس، ان شاء الله يا ربي يقدرنا ونوريهم. ان شاء الله يا ربي. لجنه التحكيم وطبعا كالعاده نقدموها كما تعودنا. المفروض يكون الميكروفون جاهز. يلا جاهز هو. كل الحضور وكل المستمعين. انت اصلا قار كيفاش تحكي له كله بيتغير ولا انت؟ هو كل قار ديما صديقي صديق. نعم. كيفاش عديت الاسبوع مع التفاعل مع صفحتنا على الفيسبوك، تفاعل المستمعين والشباب؟ والله يعني حقيقه نشكر كل من علق عليه في صفحتي الخاصه يعني على البرنامج بالايجابي يعني، وكل يراها ان هي خطوه جميله. كل من تقدم ببرنامج يعني على مستوى الفن الان بعد الربيع العربي المبارك، هذه الطاقات كلها ما شاء الله تشوفها، وبالذات الراب اللي كان مدسوس وكان يعني حقيقي شويه الان تفجر يعني ويقول ما في خاطره بالكامل. والمواهب الطيبه اللي نشوفها صراحه في يعني توافد جميل جدا يعني. ونشكر كل من علق على الصفحه بالايجاب يعني، كلها دعمت الموضوع معنويا يعني. بارك الله فيهم. مكرم تيمين العنصر المنتدب في هذا اللقاء يعني في التحكيم. مكرم عسلامة. عسلامة. حاتم قدموا انا قدموا انت يلا. نطلق على فكري يمينك عندي برشا وليدك. مكرم قدم انت روحك مازال مش لازم نقدم. نحكيو على 10 ان شاء الله. هو والله برنامج حلو ياسر، حاجه طياره برشا. ما كنتش تصوروا معناها كي كلمتني باش نجي، ما كنتش تصوروا باش تكون كيما هكا. سورتو رفولات حاجه تشيق، حاجه طياره برشا. هو قال قبيله خونا على الراب قبل كان مخبي ولا هو كان يخدم، كان موجود، كان يكزيست معناها. لكن كانوا خانقينه. خانقين الكلمه يحبوا هو ما ينجموش، وهذاك اللي قاعد يصير وهذاك اللي قاعد يقدر. حاجه باهيه برشا، ايميسيون طياره برشا. هنا توا معناها كل شيء. انت ولد الدار على مرحبا بك. شكرا لك. ايضا في ركن يحسر عليا حتى انا ما لقيتش حظي، مش حتى انا يعني. خونا عبد القادر مقدمي، مرحبا بك. مرحبا بك سي حاتم. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. وينك يا سي عبد القادر؟ انا والله يا بارك الله فيكم على الزياره الاستضافه اللي كلمتونا وجينا نشوفوا معنا. استنى عبد القادر باش نعطيك الميكرو. عندك الميكرو لازم يتغير فيه. هذه ظروف المباشر يا ماما. نشيلوا الميكرو بتاعي. مرحبا. تسمعني؟ ايوه. حبيت نشكر الاستضافه، وهذه فرصه طيبه باش نشاركوا كل الشباب والمتوسطي الاعمار والرياضيين والفنانين الشعبيين والوطنيين الكل. ان شاء الله فرصه سعيده باش نحاولوا معناها نشوفوا معكم الاضافه ونساهموا طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. سمير شمس حضرت معنا الجمعه اللي فاتت وحضرت اليوم ومروح غدوه. ما حبش يروح حتى ما حبش يروح. خلينا نرجع. حاجه ما صدقتش. نصدقك ولا صدق؟ اليوم بالذات مشيت المدار على اساس باش نوخر الفواياج مالوغوزمون جاريف با. بون اللي صار مي نأكد لكم اللي ما نغيبش برشا على البرنامج هذا. فريمون رجعتوني 25 سنه تالي على الاقل، وحاجه خارقه للعاده. ونتمنى الكل اللي حاضرين هنا ان شاء الله يا رب يخدموا الفن عن الحب اللي قاعد انا نشوف فيه بالحق. قاعد نشوف فيه ناس تحب الفن برشا ويحبوا ياخذوا فرصتهم في الحياه، وان شاء الله يا رب يسهل لهم ويخدموا على ارواحهم وراهم منهم دي ستار ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. عندي سؤال خطير فيه ساعه سمير، تحب تروح سمير ولا قالت ما نحاولش نروح، قالت ما نحاولش نروح، ما نجمش ياجل السفره. على كل نمشيو مع قطعه مباشره مع الفرقه. استنى هذيك راهي بإدارة الفنان نور الدين بوسيدي. انا فيف راه مش معاهم، انا خاطر ما يسالش. خونا قاسم تعذر مسكين مريض، ان شاء الله يكون معنا الجمعه الجايه. نرحب بطيب التواتي، مرحبا بك ايضا. كريم القروي مرحبا بك ايضا. وفكري النفاتي مدينة زيتك اعزف على روحك. يلا نسمع مع بعضنا قطعه مباشره لايف من استوديو 7 بالاذاعه الوطنيه التونسيه في برنامج حتى انا نغني. لا نسمعكم حاجه.
ولكن جاتني ملاحظه من جمال ومنجيه وبثينه، قال لك راك الجمعه اللي فاتت ظلمتنا يا فكري بالموسيقى المصاحبه لينا الجمعه اللي فاتت. لا ولا لا ولا لا ولا لا، انتم ولادي عادي، انا باش تقعد بحذايا برك الله جمعه واثنين وثلاثه واربعه عادي، تو تستانسوا بيا بشويه بشويه، هاكا شويه غادي شويه انا ما عاد ناس معاهم انا مرجع. هاكا هما عرفوا ديجا اللي هما ترشحوا من الجمعه اللي فاتت، بقاو هاكا علاش حاضرين معانا. تشوفوا روحكم الجمعه الجايه كيفاش باش تخرجوا. صفقوا لي على المشاكل. حبيت نرحب بضيوفنا اولياء لي كانديدا لهنا واخواتهم اللي جاوا معاهم يرافقوهم ولا حتى ابنائهم يعني. اميمه والسامي معنا جات مع ابوها، تخاف على ابوها هذه على 9 تاع الليل يروح يروح وحده. على كل هو يدير فرقه كامله خلي ما يرجعوش يروح. على كل نرحب بالولي سي علي المقداد، مرحبا به، جانا برفقه ابنه نضال المقداد اللي باش يقدموه اليوم. عمره 12 سنه، عنده 8 سنين يقرا موسيقى ويعزف على آلة الكمانجا، ولكن باش يقدموه كصوت هذا اليوم ماهوش يعني عازف. وعنده اخوه جاي في الكاستينج الجمعه الجايه خالد، اسمه خالد يا فكر، عنده اخوه جاي الجمعه الجايه. من غير ما نطولوا باش نبداو بالمتباري الاول في الوتري. في يعني احنا في الوتري معناها ما خلينا المتباري هو اللي يختار، شرقي تونسي غربي، معناها ما حبيناش ندخلوا في اختياره الغناء. ما عملت لهمش حاجه حتى من الانسان. انت كنت غايب. لا انا ما بدلهمش. كاستين كنت غايب. نعم مع تمنيات قاسم العزري بالشفاء كان معنا وكان حضر معنا في الفوكاليز يعني وفي التمارين. المتبارية الأولى في حصة الثانية من حتى أنا نغني. المتبارية قادمة من تونس ولها من أسماء نهى عزيز. عسلامة، مرحبا يا نهى. عسلامة. مرحبا بك. قد كي لا بأس. ارتاح شوية ارتاح شوية ارتاح شوية. حتى تسيب لولادي. يلا. نحبش لولادي. أكو مع فكري والموسيقى ونسمع. قبل لا نبدأ في المباشر صعبة. كانت الغلطة الوحيدة في تنقلها في كلمة يا روحي. المفروض كانت تغير المقام يعني. المقام هذا من أصعب المقامات يعني. موفق. إن شاء الله. عبد الوهاب. وانتي بالكواليس. أتيت بالكدا وبطبيعة الحال ما نساوش اللي تراك ينحي 50% وأكثر من إمكانيات اللي يغني خاصة أول مرة، لكن اللي سمعناه فيه حويجة اللي تنبأ اللي إن شاء الله بشوية بالخدمة اللهم صل على النبي إن شاء الله تولي مرحبا بك معنا. إن شاء الله طبعا. عندك راي مكرم في الوتري، مكرم تيمان. السادة تكلموا اما جوست على حكايه التراك، برشا تراك اما معناها تنحي تراك نتصور تعمل حاجه مع اقوى. تحيه من الجمهور الحاضر. وانتم اصدقائي المستمعين اذا كان عجبتكم مها عزيز على صفحتنا على الفيسبوك تنجموا تكونوا تصوتوا لها من الان ينطلق التصويت يعني لمها عزيز، وكل ما تسمعوا صوت تنجموا تصوتوا له في طبعا نفسروا ولا ما نفسروش كيفاش احنا المفروض ان بعد الحصه الرابعه يكون عندنا 20 متباري مترشح ما بين الراب والوتري. باش نتعداو للمرحله نتاع التصويت. ما بين قوسين عندنا اكثر من 50 صوت تو الان اللي مروا في عمليه الكاستينج. يعني من 50 هذوما باش يبقاو 20. خلاف ما يزيد في الكاستينج الاسبوع الجاي. يعني راهي البلاصه باش تكون موجوده هنا في النهائيات الا ما تتعبوا عليها وتعرفوا عليها شوي. اسمح لي باش نقولوا ان شاء الله وهذا طلب نطلبوه نحن كاعداد البرنامج حتى نغني ان شاء الله الاداره نتاعنا نتاع الاذاعه والتلفزه الوطنيه. ان شاء الله الاذاعه الوطنيه هي مستانس بالاذاعه والتلفزه انا عبد الوهاب ماكش جماعه. ان شاء الله راهو بالنسبه اللي يسمعوا فينا واللي ما يحالفهمش الحظ وما ياخذوش معنا خاطر الطلبات برشا، ان شاء الله راهو فما بقدره ربي مرحله 2 من حتى انا نغني 2 داكوردو تكون فيها الخدمه، خاطر راهو ما نجموش نعطيكم حقكم اذا كان ناخذوا اكثر عباد في التصفيات وفي التمارين. نعم.
اذا ماناش باش نطولوا برشا باش نمر للمتباري الموالي، وهو قادم الينا من مدينه الكيف، من جبال الكيف العاليه، وصوت ركزوا معاه مليح، ولون ربما هرب عليه الشباب، شباب بصفه عامه في تونس. حمزه معاوي من الكيف. 21 سنه، نقرا سنه ثانيه اجازه، نقرا سنه ثانيه علوم اقتصاديه. حبيت نشارك في برنامج حتى انا نغني، وان شاء الله صوتي يعجبكم. تمنيت وصبرت ومليت ومليت بالحب كاسي، هزيت الحمل ورضيت، هزيت الحمل يسمع باش يتكلم الدار، يعني كان باش يسمع دارها في الكيف عبر الهاتف. قلت له لا يدي حلوا الراديو يسمعونا. ممكن الراديو نجم ما يكفيش على فهم يمشي يفركسوا فينا على الموجه المتوسطه، ما مشيتش الموجه المتوسطه يحطوا الراديو على البارابول، يلقاو الاذاعه الوطنيه في كل بلاصه، يحلوا الانترنت يلقاو. حط كسكاس وقصتها نجيب. بالنسبه كسكاس انت نحب نقدم تحيه بالمناسبه نتاع المشاركه نتاعي لعائلتي، الوالد بابا وما واخواتي، اللي حقيقه معناهم هم اللي كانوا سبب باش نجي نشارك في البرنامج. تحيه ليك.
الساعة 7 في استوديو 5، ثم نعود إلى رأي لجنة التحكيم في حمزة المعاوي اللي قادم بنا من الكيف. فكري نفاتي طبعا انت تعدي ولا يديك في الكاستينج، ولكن انت عنصر الاساسي في لجنه التحكيم ايضا. لا انا ما كتاب على قد ما نخسرهم في الكاستينج على قد ما هم ولادي في البرايم. لكن في لجنه التحكيم لا. لا 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 مش نقول مش يعطيني رايك. باش نكمل حاجه مشيت برشا قرا عبد قبيله. لا تجامل. لا ولا لا تعرفني ما جاملش في المسألة. حاجه مهمه جدا قال عبد الوهاب، بالرغم اللي معناتها ما عندوش تكوين اكاديمي عبد الوهاب، ريت الخرجه مع التنقل من 3-4 مقامات تونسيه من رست في صحيح بالضبط الكيفيه في معناتها الموسيقى يعيشوا بها تبارك الله. لكن ديما نعاود نقول انا ما نحبش نجامل ولادي. نقول للساده المستمعين تو تسمعوا الجمعه الجايه واللي بعد تراو التطور نتاع حمزه ان شاء الله. نمشيو للمتبري الموالي اللي جانا من ماطر. وليد الحكيري من ماطر. حبيت حبينا ديما نقولوا اللي هذاك الصوت الخام هذاك الصوت البروت ومع تحسين بالرغم اللي راهو المتسابقين حضروا على نهار تمارين ميم با ساعه ولا ساعه ونص، وان شاء الله بقدره ربي يزيدوا يتطوروا اكثر ونخليوا الحكم ديما المستمعين. ان شاء الله. تفضل فرقه وليد. ما خاطر اليوم عيد ميلادي يا انا في بالي انا شفتك كل عام وانت بخير بفضلك. عندنا عيد ميلاد عيد عندنا الحناش.
اليوم عبد الرزاق الحناشي غلق 15 سنة. يعطيك الصحة. وليد حسام وليد مغروم بالإنشاد الديني بالسلامية. والله ساعة كنت حي نقدم تحية خاصة لكل هنا سي عبد الرزاق حشناشي. هذاك الحشناشي خليناه في الدار. تحية خاصة. أنا من الصغير معناتها من عمري درست 8 سنين 9 سنين في المصيف والجولات، وهذه حاجة معناتها أنا بالحق الفضل لها هي وتسي شفيقي بجاوي اللي هو رئيس نادي مصيف والجولات اللي حتى الآن يعني حاجة أخرى نحب نقدم تحية خاصة وشكرا للوالدية بابا وأمي وربي يعطيكم الصحة. شكرا لك. قول على ما جاورها إلى استوديو 7 بالإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج حتى أنا نغني. سمعنا جروب دبل أناكوندا والآن باش نسمعهم في المباشر. تفضل. ايوه دوبل اناكوندا ام سي كينج ام سي مينو كريزي بوي ياه طريق الغربة يا يسي مريد الظلم يسي معانيه يسي مريد الحمرة يزي مقاصيد كنت احلام صغيرة في بالي باش نتهنى خبرت نوقف الهمية فيا يستنى الهلال جمال مع هالعباد كلها تحب تقيش ماكل بالفساد لازمها هربة لازم نشوف البحور عادي فريسكي بحياتي في بابور مانيش خايف من الموت حتى كان غرقت في البحر هذيك كتبة العالي قدر وقدر ماشي قلب معبي ماشي قلب حزين ماشي ايماني بربي ايماني كبير باش نحكر برشا عباد حبت تحكرني باش نعفس في برشا عباد حبت تقدرني ماشي نجيب الماني نجيب الفلوس باش نرجع على الفلامة والرقاصة باش ندوس. Je vais quitter de ce pays, moi, je vais quitter, je vais partir au paradis, moi, je vais quitter de ce pays, moi, je vais quitter, je vais partir au paradis, moi, je vais quitter de ce pays, moi, je vais quitter, je vais partir au paradis, moi, je vais quitter de ce pays, moi, je vais quitter, je vais partir au paradis, moi. برشا سنين اليوم تعدوا من العمر اليوم اخترت المصير راح الباش نشوف البحر مسافر بالامواج العين تدمع والقلب يدق ماشي لبعيد ماشي نشوف صهري وين هبط ماشي دنيا اخرى ماشي العالم اخر ماشي نجيب العقد قاصد ربي حاطط في مخي الغربة وناس الباسي ماشي نعمل باكو ماشي نجيب لي ما لقيتوش لهنا بين عينيا فم الموت في قلبي فم باغادي ماشي لبلاد الناس غادي كنخلص $1 ونفرح امي تعرف ما عندي حد كشهر ربي ماشي نعمل الفامي نرجع بها اوبلاك افيك فواتور ماتريكولي ماشي ناخد قدري ونولي 1% دو سوسيتي ونولي 1% دو سوسيتي. Je vais quitter de ce pays, moi, je vais quitter, je vais partir au paradis, moi, je vais quitter de ce pays, moi, je vais quitter, je vais partir au paradis, moi, je vais quitter de ce pays, moi, je vais quitter, je vais partir au paradis, moi, je vais quitter de ce pays, moi, je vais quitter, je vais partir au paradis, moi. Hey yo, MC Crazy Boy, طريق الغربة. سي يو امي ما تبكيش بدك شي غدوة نرجع اذا مت امي ادعي بالرحمة في بلادي عايش ديكوتي بديت من قاعدة تحت الحيط في بلاد ما لقيت حتى شونس على ذاك اخترت طريق الهربة الوضع خلاني الريس كيف حياتي مادام هوني عايش ميت نحب نجيب الباكو نحب نعيش في خير نحب نعبي الجيب ونعيش لابير فيه لازمني نمشي بلاد الكاوري والشق والبحور نحب نبدل حياتي ونصلح فيها احوالي نحب نجيب الباكو كيما جيب ندادي نحب نجيب المالي صيف اخترت طريق الهربة ماشي نجيب العطس فرح امي ونمسح دمع الخد صي اخترت طريق الغربة ماشي بلاد الناس اونفان اخر حل باش نعبي الكاس Je vais quitter de ce pays, moi, je vais quitter, je vais partir au paradis, moi, je vais quitter de ce pays, moi, je vais quitter, je vais partir au paradis, moi, je vais quitter de ce pays, moi, je vais quitter, je vais partir au paradis, moi, je vais quitter de ce pays, moi, je vais quitter, je vais partir au paradis, moi. Yo.
يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. جروب دوبل اناكوندا، وطبعا ما زلنا مواصلين مع بعضنا. مش هذا الميكرو يعني نغيره بشوية، هذا منا هذا يجي نفس الشيء، خذ عندك هدايا. شكرا بارك الله فيك. نمشي باش تحكي. وطبعا نادر غانم وايضا مكرم تيمان. يعطيكم الصحة. استاذ الراب يعطيكم الصحة. دوبل اناكوندا. دوبل اناكوندا عملوا حاجة باهية. فما معناها نصيحة صغيرة نحب نقولهم. في الرفران وقت اللي يصيحوا يعليوا صوتهم برشا يخرجوا على الريتم، يولي فما ديكالاج ما بين الريتم والغناية، فهمت؟ معناها يحاولوا انور حنفي. منين جيتنا انور؟ من قلعة الأندلس. من قلعة الأندلس، مرحبا بك. وبيك يعني. عندك برشا تغني راب؟ برشا. قداش؟ من 2006 2006 2012 6 سنين وزاد معاهم 7 سنين. 7 سنين تعدوا خلوق يفدوا وعليك يهزوا ويردوا. نكملوها راب هذيا. تنجم تكون راب هذيا ولا؟ نجم كان تعاود تكتب برا. هذا يعاود يكتب لنا مكرم ان شاء الله. نواصلوا معاك باش تغني لنا نفس الالبوم، نفس الموسيقى، نفس التيتر. كتبوا انت بالتاكيد، خاطر نعرف الرابير الكل يكتبوا وحدهم حاجه واحده، واما الموسيقى يخطفوها بالطايره. لا توم كومبوزي وحدي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يلا تفضل. محبوس ورا قضبان قدام القاضي وباش نقول الحق ونحكي الواقع حتى لو كان نتشنق الحق اللي قلبوه برشا عباد وبرشا بمعارفهم قطعوا الخير في البلاد والدين، واللي يقولوا مسلمين يدفنوني في القبر خير ما نكفر سنين. سيدي القاضي سيدي نحلف بربي نقول الحق وراضي، مادام بلادي هي اللي خلتني فاضي. سيدي الحكم مكتوب عليا بحكم الماضي والقرار العادل يبقى عندك سيدي القاضي. سيدي نحلف بربي نقول الحق وراضي، مادام بلادي هي اللي خلتني فاضي. سيدي الحكم مكتوب عليا بحكم الماضي والقرار العادل يبقى عندك سيدي القاضي. الحكايه بدات وانا صغير كي بديت نعيش في الشارع بين الصرح والسكير. كنت طفل حب يعدي عمره في الخير، كنت راضي بالحالة دي ما نحبش نلبس الحرير. كنت مع الاولاد في الحومه نلعب بوليس، كنت ديما نلعب حاكم ونحارب في شر ابليس. كنت نظيف كنت نخاف من الحرام، كنت نحب الناس الكل ونضحك ديما للايام اللي نسمع الكلام والناس تهموني بالباطل. والدار قالوا لي راك عايش دغفه مش عقل، ملاني الشك كرهت الدنيا والعباد. عشت براني على الحومه هملت في البلاد، خلطت بنات خلطت اولاد فساد. ما خفتش من العيله خاطرنا كنا ديما بعاد، ما كنا صغار وكنا جاهلين الدين، ما فهمناش الا ذيك نية صنع المجرمين. سيدي القاضي سيدي نحلف بربي نقول الحق وراضي، مادام بلادي هي اللي خلتني فاضي. سيدي الحكم مكتوب عليا بحكم الماضي والقرار العادل يبقى عندك سيدي القاضي. سيدي نحلف بربي نقول الحق وراضي، مادام بلادي هي اللي خلتني فاضي. سيدي الحكم مكتوب عليا بحكم الماضي والقرار العادل يبقى عندك سيدي القاضي. الغلطة كبرت كيف كبرت، حبيت نصلح حالي ما دوماج وحلت حاولت نخالط اللي أكبر مني، فماش ما نلقى نصيحة تصلحني وترجعني. تبعت كومباريت بين الجيل، بين جيل جا ومشى وجيل يحارب في الأحوال. تصدمت بجيل غلط وما تصلحش وجيل بغلط الجيل اللي قبله ما تنفعش. سيدي القاضي الغلطة أكبر مني ومنك، هذه غلطة دين جا في دين ما حمدتوش، وغلطة أمة كاملة دخلت في متاهات النفاق والغيبة والبغض وتأويل الآيات. سيدي القاضي هذه غلطة محبوسين ما مشاوش في ثنية اختاروها وهم على يقين وانتي أدرى. سيدي هانا حكيت وصرحت سامحني كان غلطت ورب اشهد اني صارحت. سيدي القاضي سيدي نحلف بربي نقول الحق وراضي، مادام بلادي هي اللي خلتني فاضي. سيدي الحكم مكتوب عليا بحكم الماضي والقرار العادل يبقى عندك سيدي القاضي. سيدي نحلف بربي نقول الحق وراضي، مادام بلادي هي اللي خلتني فاضي. سيدي الحكم مكتوب عليا بحكم الماضي والقرار العادل يبقى عندك سيدي القاضي. يو انا في العاده ما نعطيش رايي في الراب، ولكن الكلام عجبني. يعطيك الصحه يعني. يعطيك الصحه يعني كلماته حلوه.
مكرم واحدة كبيرة في البحر كانت بحار أعز حاجة برك باش ما تتعبش في الآخر خاطر مش كيما بديت من الأول كيما بديت في الآخر برافو يعطيك الصحة يعطيك الصحة ما نقول فيك فولكانو غير السوفل نتاعك عود وقت اللي تغني ديما السوفل اللي جبت السوفل حاضر تبارك الله عليك مازلنا مكملين مع الراب من بعد شويه باش نستقبلوا ايهاب ولكن قبل ايهاب عندنا ضيفنا نحب نفرحوا به خونا مكرم تيمان يعني خذ ميكرو خلينا نتحاوروا شويه من وقتاش بديت الراب مكرم؟ ما عنديش برشا 92 هكاك 92 يعني تقريبا 21 سنه هكاك وقت اللي بديت شباب هكا جروبات تاع راب كانت جروبات لا كان كل واحد وحده معناها بدينا هكاكا زمان الكاسيتات ما فماش سيديات ايوه كل واحد وحده كنت حتى الجروب مازلت ما عملتش حتى تيمان انا وحدي نزار وحده محمد وحده صحيح نعرفوا بعضنا ما فماش نوسيون تاع جروب خاطر البريود هذيك واحد كان يغني شويه فرونسي وحتى الراب بالعربي مازال صحيح برشا 92 فما شويه الاغنيات بدات تطلع عام 92 سين الارناؤوط برا كاكاديمي ديما ماشي و طبيعه ثم اغنيه زاد خديمه برشا اسمها هيب هوب في الدم ايمان زاد عام الحمد لله الحمد لله يا ربي كبرنا بطاقه كل اكسبيريونس كلها تجربه ما وقفناش انت ربما 5 سنين تالي ما كنتش تصور باش وضيعتك الاذاعه وجيت حتى الاستديو برشا مرات ما كناش نتصوروا انا وياك كنا باش نهار باش نعملوا برنامج كيما هذا. انا قبيله سالتني سؤال اول ما دخلت بالحق راهو حتى بالفرنسي سامحني مش بيه انا قبيله فرحت مش نورمال ليميسيون في الاذاعه اللي وقت قلت لي فما حكايه كيماك ما صدقتهاش دخلت وشفت معناها فرحت على الاخر راه في الاذاعه الوطنيه سي بالحق تقدم مش ملحوظ غادي من ملحوظ. جيت وجبت لنا معك حاجه باش سمحها لنا. اي احكي لنا عليها. هي فكره قديمه فكره بداتني عام 2003 2004 نحب نعمل خاطر المشروع اللي نحب نعمله انا في الموسيقى بالنسبه للجو يعني بالنسبه للهيب هوب نحب نعمل فيوزيون خليط ما بين الموسيقى التونسيه وتوسكي بلاك ميوزك معناها توسكي سول عندي هيب هوب حاجه كيما هكاك. الفكره حبيت نعمل حاجه مع المزود فيوزيون مع المزود كتب ربي خرجت 2012 مظلومه يا دنيا مع عبد الرزاق قليب اللي نتمنوا له التوفيق كان باش يجي بحدنا اليوم جاه عنده خدمه نقدروا برشا خاطر من كبار تاع الفن الشعبي في تونس واغنيه معروفه برشا في تونس. تقابلت انا به حكيت له على الفكره عجبته وختمناها وصورناها كليب تاع التلفزيون. مظلومه يا دنيا. شكون دنيا ولا تونس ولا شكون مظلومه؟ تونس كان باش نقعد نحكي عليها حكيت عليها قبل ما يخرج زين عابدين معناها دونك توا ربي يقدر خير. ربي يقدر خير. مظلومه يا دنيا مكرم تيمان و عبد الرزاق قليب. شرف لود سكول التونسي مع الجروب هيب هوب فاميلي ومع الناس الكل وديديكاس العباد اللي تسمع فيها ولاد تونسي الكل. نعم. شنو عملنا التيتر بتاعك؟ This is my life تيتر جديد يكتب نهار الجمعة اللي فاتت في الميسيون بتاعكم. هذه حياتي. تفضل. ميرسي. اوكي. يا ليدي كهاش ليدي كهاش ليك جي سيتي معي يا Oh yeah, heep hop family. خلف فمارة جرة الناس الهدارة ماخو بثارة محلى بالي بالنبارة كفارة دار التعليم يا الغبارة معاك تراس بالراس زيد علي باس عيشها كلاس الموسيقى سون ستريس بين عباد وسات المولى مشات ورا الوست ويست كل اتجاه مهموم يتعاود مرة كل مرة زيد مرة سنديك من العيشة المرة تفرحة جرة في بلاد المطبخانة السيدة عيشة عدم تعرف اللي راك مولود جديد سربي السم مولود من ثورة حديد مولد بالهم ونحب نوف حياتي بعيدة جايب اوفر مازال سلاحي موفاش باكستان عيش جامي فيها بلاش ميساج دي زيكسيكلاف ومي فاش دوماج هيب هوب حياتي عايش سون مونتاج هيب هوب حياتي عايش سون مونتاج
Yo, this is my life. This is my bed life. Yo, this is my old school beat here. فد البوزي عدنا بعد زمان الخجة قنجة اهلا بيك لو ما فيك ايش باش تكنيك تنسى زمان اللي خان عنا وراك بيك اوت سكول هارد كور ما لايك ستيل شير ستيل قاصد ربي البعيد مانيش باش نحكي في قصة زاهي يحكي السيف هيب هوب فاميلي زيد جديدة هيب هوب فاميلي زيد جديدة اخرتها تزيد الرام ورا الحديد مرحبا ومرات يجيب دار الصدمة ولا تلعبوا من قد ما شامي تلقى خدمة عادي يضرب عظمة داخل قال شتمة الصدمة ولا تلعبوا من قد ما شامي تلقى خدمة عادي يضرب عظمة داخل قال شتمة كان عيشوا لغة الرشة ما تمشيش وصغر رجال ما تربيناش يعديش وصغر رجال ما تربيناش يعديش يا This is my life. This is my big life. This is so my life. I want to change it. دموع مطال مش أول مش آخر دامة الراب في دنيا عجيبة الراب في دنيا فلامة كل يوم نسمع حكاية كل يوم لغة جديدة أهلا بيك بحكاية وين نعيش بيس الدنيا عميدة هون عقلينا وتربينا هون لعبنا هون جرينا خدتنا الدنيا كبرنا معلية زي ماما إكستراكت عطيت البال مانيش مثال في الضحكة قلب معبي بالكلامة عني بقى في صدري مكتوم سنينة مانيش باش نسكت الدمع على الوقول أحجنينا رضيت بفضل الله عمري ما نبكي عالظروف مسلم في وقت الشدة ما تربيتش على الخوف جوا ملومة محتاية في الحومة هاكي تشوف قلوب تحكي عن سموس تحب تاخذ مصروف زوفي والحيط شادد فيه مركز شعب بديدة في بلاد الشيدة مليدة This is my life, yeah. I want to change my life. Yeah, I want to change. This is my big life. Hip Hop Family. Big Gas. MC Sola يا خو. Yo man. So Kahash, yeah. Okay. في النادي الثاني باش ناخذوا مكرم رايك يعطيه الصحة باش تحية مباشرة حاجة بركة قبل يعني على المباشر حاجة بركة البرونسيسيون تاع الحروف خرجها بالكدا باش قد خدمة من أول أول شيء واضح واضح عبد الهادي أنا والله كنشوف ميزون دو معناها البرودكسيون ياخذوه هذا إلي بري طايب حاضر هذايا والله صدقوني كان عندي فلوس والله ما نقدر المم خارج من الميدان قطر ماشي الربي نشكي الهم عبدك تتلم من نفس وراسه لوطه المر ذاق سقم لا تكسف وخفت صوته صبونه وفوطه ويلهم الطياب ترى مشروطه لان قريتها في الكتاب مان تفهم بسباب ذنوب تجيب توبه في كتابي جواب ناس في الدين مطلوبه ذميم منسوبه العبد مش للخالق دايم معصوبه العبد هوشي بحاله بري ركي طالق للدنيا مشي للزوجة العابك راني قالق الدنيا قديش معوجة عبيد باش ملوجة اخترسو بركة يسلك ركب فوق الموجة بدل فاسو ولا يملك هاني نكتب لك قلبي فماش ما ترجع هاني نجبد لك من قلبي للعالي اخشع غلف بالخروع مريض دوا ما فاد صغير يقول وعك تندم على اللي فات تندم على اللي عملته والغلطة تولي محسوبة طريق كان كملته ظلام ضويه بتوبة ناقص في ركوبة الخلطة كيش باش يوصل خاطي مش صوبة المخ ضعيف يتفوصل شرور يتحوصل يمشي وترجع له في يوم يتحوص راهو يبكي منحي نعلو مين لا نفعوا فعله لا معاف ولا البانكة عقلة نزعلو هم يتعاركوا على الماركة ظلام وحالكة وهم يضيق بيه يتذكر بوه شعاركة وامه شدعت عليه يا رب اهديه وليدي لا تخليها بيه يا رب احميه نوب عليه مرات هنيه يا رب انصر وقويه على اللي يعاديه يا رب لا تنفر احميه قلبي نعطيه بليل ما توصيه سارح في دنيا هواوي غمض عينيه فارح تقول مداوي الام يد قصيره البو ربي معاه عيشه بيت صنصيره حق الدواء ما كفاه روتريت ضعيفه بيت يخمم في عشاه ما يفوتش السقيفه بلاه المرض ما خلاه العبد للاله يكبر وربي نكسه عبا مالو جاه والدين نسمى ركزوا كبار ويعكزوا برشا المقدار يقوم سنين طاروا نقزوا الفم كان المفرومه عروحين لوم او انا ميك بيس كلام الحق يدوم زيد اللعنه في بليسه ماهوش تعفيس في المفروض هز حكى رقيس ما يغيس كالمحفوظه يا رب تايب حكيت ما نسيت
قبل زمان عجايب ما تقول عليك حفوظ انت شكون منين جيت وين ماشي تراب معجون روح فيك ما تهملهاش كتاب قانون بلا دخول ما تنساهاش في دنيا فتون محول ما تمنهاش ليه ما انتكهاش قالوا يا مسيات ما فالح كان يلاجي فرحان كان بالباسكيت حق سكات موات شكون اللي يتحرك حفوظ فم مفرك من الاخر عليهم كرك ماهوش يبرك عقد حباله طويله ام سي اللي يمرق القد احلام جميله مش ليله بليله لنا ترافايا لاشين مش الترفيله انفيزيبل قدام مين مش ميزان انسان تبعوه من ربي كلام ميزان عنوان ديما متربي عبيده صبي يا حروف حتى مقلوبه القلب من معبي والخوف متبلد يعطيك الصحه ولكن احنا الموسيقى ما نجمناش نسمعوك الموسيقى لانها انت جبتها في نسخه MP3 يعني MP3 حاولنا نحولوها ولكن بظروف خاصه كان ترجع لنا مره اخرى ونخلوك لو ولا سبور جيب لنا سيبور راديو ان شاء الله المره الجايه نجموا نسمعوا جديد زي مش لازم هذه وان شاء الله تكون اغنيه حتى من غير نسوي وصلت للناس ان شاء الله حسوها خاطر نرجمها وحبيت نعمل التيم تاعها او باش نشوفوا ليش تحكي نبداو بنيت محفوظ تبارك الله عليك يا خويا وخمسة وخميس عليك وبالرسمي حسيت بيك انا تو ربي يتوب علينا العباد الكل وفلو تكنيك وبريزونتاسيون سور سيون ديت اسمه توب التيمان يعطيك الصحة أفضل كوتي فاروق مش نحكي معك يعطيك الصحة اختم الفلو نتاعك اختم الفلو نتاعك باش تنجم تحسسنا اللي خاطر واحد كي يخدم فلو واحد العباد كي باش تسمعوا تنجم تقلق الليريكس نتاعك ما عندي ما نحكي عليه حاجة أخرى الراب راه كالموزيكا لازمك تعمل دورة مش من تبدا اللي انتو فونتي تغني تعمل دي كوبلي فهمتني شونس يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا محفوظ يا محفوظ بارك الله عليك اما كما قال خويا مكرم اعمل بيت ومذهب كل شيء وقبل ما نمر لسارة وشنو حاضر البرايم تايم معناها نقولوها الكلمة اللي أنا هذا أحد مباشر باش نسأل الأستاذ عبد السلام قردار مرحبا بك خليناك ساعة في الإجازة مرحبا بك طبعا يسعدنا أن نقدم أصوات من ليبيا في هذا الفضاء ونعرفوا الجالية الليبية مقيمين برشا في تونس يعني منذ يعني 2011 يعني وثار الربيع العربي يعني تونس وليبيا اصبحت يعني تونس كانها حضن لاخواننا الليبيين وبرشا حتى تعليمهم حاولوا يقراوا في تونس يعني وعائلات استقرت في تونس يعني حتى انا غني مفتوح للاصوات وجاليتنا الليبيه الموجوده في تونس انها تكون معنا هنا وايضا الملحنين والفنانين الفضاء في الاذاعه الوطنيه التونسيه مفتوح لهم. شنو تقول في الباب هذا تو فاش نحكوا السؤال الموالي؟ فكرة جميلة أخوي حاتم طبعا ماذا بينا يكون حتى على مستوى المغرب العربي وحكيت أنا وأخوي بكري على الموضوع وفرحني يعني جدا أنه بإذن الله حيمتد الموضوع هذا وبعدين حنحو فكرة الجالية لأن تونس وليبيا طبعا هذا واحد والتواجد الليبي في تونس هذا من يعني من وقت نعم اسكتوا احنا نقول يعني الحصة اليوم نفاجئ في عندنا زوز أغنيات وصولهم ليبيا باش تقدم اليوم يا سلام منهم واحدة قديمة برشا وواحدة جديدة يا سلام وهذا إذا كانك أنت مثلا بتحب ترحب بالأصوات الليبية وسع النطاق واعمل إعلان أنا من الآن باش نقول لخونا عادل الجيلاني مدير أعمال الشيخ الجيلاني اللي نعرفه مستقر طبعا نعزوه في وفاة والده الله يرحمه إن شاء الله إن شاء الله يرحمه ربي إنه الفضاء مفتوح يكون ضيفنا في يوم من الأيام ويكون في لجنة تحكيم وايضا نقدموا له جديد جدا وبكل سعاده يعني نستقبل سي عبد السلام هو لو حتى فك مني المفاجاه هي مش مفاجاه ومعنا حاجه مزيه خاطر نحن كلنا نعيشوا عائله واحده معناتها البيت هذايا والبيت هذايا في نفس الحوش نعيشوا دونك حتى انا نغني انا محلوله المواهب الليبيه والتونسيه والمغاربيه اما ديما نحن ديما نقولوا ليبيا علاش؟ خاطر ليبيا دارنا يمشيوا بحذانا نجيو بحذاهم اغانينا اغانيهم
يا خويا الحصه والكاستينج محلول، وانا على ذمه كل موهبه ليبيه مرحبا بها تكون محضرنا. يا سلام عليكم، مشكور جدا، واحنا من الان حنكون ساعي بريده وشاري بهذا الموضوع. خلينا نطقوا في البرنامج. طقوا في البرنامج. طق على طول. صار انا ويلي يسمع عليك في الكاستينج، نسمعوك الان في المباشر. تفضل. يا عبد الوهاب نقولوا بياتي ليبيا. نعم
اي ما واحدة بسيطة يعني حبة تدير يعني العرب يعني تصطنع فيه اصطناع، لو كان غنيتها من غير عرب كانت تكون اجمل بكثير، ولكن الطبقة نهنيك على طبقة الصوت يعني ممتاز. لكن صوت جميل. لا ممتاز جدا. نعم يعطيكم الصحة. كل حاجة عجب الصوت. أنا نقول الطفلة تغني وتوزن مليح وصوتها جميل وتنجم تأدي معناها برشا أنواع، وأنا نقترح عليها المرة الجاية تغني لنا حويجة اللي هو يام يونس، خاطر فرد النمط نتاع فرد صوت تاع هو يام يونس. اقتراح حلو. المتسابق والمتباري الموالي الآن. مروة سنديسي من تونس، مغرومة بنجم الكرام، وإن شاء الله يعجبكم صوتي. يا حبر العين بلل ورائي يا حبر العين رايح لروح الروح مكتوبين، وأول الصفحة طول الحرفين، آخي وكاس الآخ مشروبي جارية حمودة يا جريدة بار عليا يا جريدة بار عليا الناس تبات رقودة هذه مروة سندسني. مرحبا بك مروة. اقرب الميكروفون. لاباس؟ الحمد لله. شبيك ما جيتش للبروفا؟ الوالد تاعك شوية. الوالد تاعك ان شاء الله لاباس. يعيشك. يلزمنا ترجع للبروفا ان شاء الله. اوكي. اليوم هذه يعتبريه تمرين معناها. فرحنا به مادام جيت من بعيد وما حضرتش معنا التمرين، ما يسالش ناخذوها بخاطرها موش داخله في المسابقه يا جماعه اللي يصوتوا. ما تصوتوش. لا مش باش يرفعوا. ما تصوتوليش وما تصوتوليش تو. نصوتوها لا نصوتوها. يلا. هاي مرة اي الكل تحب تو حسبنا في كاستينج على اللايف. هاي خذ. يلا. سمعت الراب. حرام نار الهوى يا ناس تكويني عطشان ومر النوى معاد يرويني. مجروح قلبي ويا ويلي شو قاس نصابه وحده حبيب الدوا من الآخ يشفيني. يوبي هذه البارتي الشرقي حب يوصل من بيت خليليك ما هو حقها زيت. لا هكا جيت بحذنا ما جمع زي على حاجه. هاي سمعهم حاجه تنزيل خبي الباقي يا متخرج. واحده ديما واحده ما نعطيوش كل شيء الحب بتاعه. يلا على الله يلا. هو خالتي معاها انت ولادي قول على الله يا امي الغفير في الحمالي حوتك حلال من صغرى ونعيش الليالي من صغرى ونعيش الليالي. الله يا امي الغفير في الحمالي حوتك حلال من صغرى ونعيش الليالي من صغرى ونعيش الليالي.
ان شاء الله. اسمعني المتسابقة عبد الله الحنيش وقتاش تنعدي؟ توا البنوته هذه تبارك الله عليها من غير بروفا خمسة وخميس عليها عملت حاجات وعندها حركات في صوتها جميله وحركات مش مصنع حركات معناها موجوده في صوتها ديجا وهي من غير ما توزنوها صوتها يوزن
شمس باردو سمعتوا ليها عبد السلام؟ انا نهنيها على صوتها. لجنة التحكيم الصوت هاي يلا. والمقام الصبا يعني ماهوش مقام هوين هو ما شاء الله عليك. كانت الموسيقى اعلى شويه ما وصلناش اكثر الصوت اما استمتعنا حتى بعزم الحلوه. الله يخليك يلا عبد الوهاب بابا نحكي الصبا شويه. الاخت شمس فريمون يعني جاهرتنا بهالاغنيه هذيا، يعطيك الصحه. وما دامك تؤدي مقام الصباح هو سعيد تنجم تؤدي مقام الكل، وان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله. مرحبا. انا باش نستقبل الان سي عبد القادر مقدمي يجيب حذايا لهنا لان عندنا ركن طبعا يحصل عليا ما خديتش الحاجه. سي عبد القادر الميكرو بتاعك هذاك نسمع فيك. يصير مرة أخرى باش نقول تسمعوا فيهم الكل. نسمع فيك. إيه كيش نقول اللي ما خديتش حظي ماهيش يحصل عليا معناتها اني انا ما نغنيش، ليه؟ هذا ركن معمول للناس اللي في حياتها غنت واللي عندها مستوى موسيقي في اي نوع من انواع الموسيقى، بقى سبحان الله ما لسبب او لاخر ما خداش حظ. يا خويا نحن بيباننا محلوله ما عندنا حتى شيء، تو كيما عبد الوهاب حد تشفاتي ما نعاونوه اي ما حكاش حظ. مرحبا. طبعا كيفاش نجموا لا مفتوح الميكروفون، كيفاش نجموا نقدموك لجمهورك الشباب ربما ترزي يعرف، اما الشباب توا جيت توا يقولوا عبد القادر قدمي شكون ويقول لك انا الشمس. والله عبد القادر مقدمي هو مطرب معناها بدا كيما الاخرين الكل كيما الشباب الكل في نجوم الغد مع ايامات صدام في العجيه يعني، ومرينا بفترات معناها نتاع حصه نجوم الغد الكل. شاركنا في المهرجانات في الحفلات الخاصه، بعدنا شويه ما عملناش انتاجات نتيجه العمل، خاطر ماهوش ما عنديش تفرغ كلي للفن، مانيش نتفرغ معناها تعرف الاداره والوظيفه والمسؤوليه. الليل فن في النهار خدمة. في النهار لا معناها ليل ونهار تخدم. ليل ونهار معناها. اما ان شاء الله معناها ثم فرص ما فكرتش ولا مرة تعمل أغنية خاصة بيك؟ والله شوف عندي اغاني ما وقعش تسجيلها في طور الانتاج. في طور الانتاج ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ماشي ثم فرصه تو مع البرنامج هذايا. ان شاء الله. سي فكري ان شاء الله. علاش استوديو فكري هو متبني البرنامج، يعني كل كاستينج وكل التسجيلات تصير في استوديو خونا فكري وبلاش راه. لا نحكي للشباب نتاع البرنامج. الشباب هو عيد ميلاده 60 اليوم. 61 ربي يطول 61 ياخذ محلول وبلاش. انا برك خليه مسكر وبلاش. يلا خلينا مع سي عبد القادر. سمعنا حاجه؟ نعمل حاجه تكون انساك بينك وبين فكري. هاي بس هكا علي هذه من غير تحضير لحد شيء. يلا هاي
أحب تاني ليه وأعمل في حبك إيه وأحب تاني ليه وأعمل في حبك إيه ده مستحيل قلبي فيه ده مستحيل قلبي مين بيحب يوم غيرها عبد القادر المقدمي يعطيك الصحة ومن خلالك أدعو كل زملاء كل الفنانين وهو أنت باش تكون سفيرنا معاهم يعني راهو الفضاء والإذاعة الوطنية وحتى أنا غني مفتوح لكل أجيال الموسيقى التونسية والمطربين اللي ما لقاوش حد من في الإذاعة راهو المجال مفتوح مستعدين نقدموا زوز أصوات أسبوعية إن شاء الله. شكرا ليك. نمشيو مع بعضنا للمتباري الموالي. اي اوكي اذن العشاء بعدين ليه شو تحكي الاول ولا بعد؟ لا لا بعد يقدور سي بون كان معلول ايه هاي مرحبا من جديد. هذا شهاب الدين القرشيشي جاينا من سيدي حسين ومرحبا بك شهاب. لاباس؟ مغروم بالفن الشعبي. عندك برشا. نسمعوك اذا في المباشر بعد ما سمعناك في الكاستينج مع طبعا فرقه الذكريات بقياده واداره الفنان نور الدين بوسامي، كريم القروي وايضا الطيب الكويتي ونواصلوا مع بكري والفرقه الكل.
شمس الدين شهاب الدين البرشيشي يعطيك الصحة. وما زلنا مكملين مع بعضنا حتى للتسعة قريب برشا، يعني الوقت تعدى بسرعة برشا. باش نعيط الوليد عمره 12 عام بركة باش يجيب حذايا، وقبل ما يجيب حذايا لهنا نسمعوا كيفاش كان صوته وأداؤه في الكاستينج. نسمعوا مع بعضنا الطفل نضال مقداد. اسمي نظام مقداد، عمري 12 سنة، نقرا في المعهد الرشيدي لحد الآن. توا لحد الآن عندي 8 سنين وأنا نقرا. يا لتراني يا نجوم أحبب قلبي قلب جيرتي، أحبب قلبي قلب جيرتي، في رقهم أوجعوا طب يغير حالتي، طب يغير حالتي، حبل الوصال تقطع يا للهوى ما حيلتي، يا للهوى ما حيلتي، من بعد واصل وهو يا مخلوني مضنة كئيب، من بعد واصل وهو يا مخلوني مضنة كئيب. هكا جاب النضال، هكا جاب النضال. عقلت روحك ولا ما عقلتش روحك نضال؟ اقرب الميكروفون. عقلت روحك؟ لا من غير ما تنحيه، اقرب له شوي. خليه هكاك. وين حاول تسمع صوت؟ مرحبا بك. جيت قبل النداء ولا ما جيتش؟ أول مرة. لكن أنت اللي ظهرت فيها. وصلت الدور النصف النهائي في سفيان شو. يعني تغرمت من غادي بالغناء ولا من قبل؟ لا أنا من قبل.